يا صباح الخير عليكي. بفكر ابطل كلام شوية. حاسة انك اكيد زهقت مني. كل يوم اطلع لك اقعد اتحفك بشوية نصايح واقتراحات عشان تعيشي مبسوطة. مين انا اصلا عشان اقعد ادي نصايح؟ وبعدين ولا اعرف عنك حاجة ولا عن معاناتك، عايمة في مية البطيخ. ما عنديش فكرة عن اللي بتواجهيه في يومك. اقولك قال ايه، امتني للحاجات الوحشة اللي بتحصل لك وبصي على الحلو بس، علشان مزاجك يبقى احسن ونفسيتك ترتاح. وانتي مش عارفة ايه النفسية دي اصلا. ولا حسي بالملل علشان تعملي حاجات مختلفة وممتعة، وقومي اعملي الحاجات اللي كان نفسك تعمليها زمان ومعرفتيش. انتي اصلا ما عندكيش وقت تنامي فيه. وسيبي الراجل هو اللي يشيل الطين وانتي تستتي كأنك مثلا حابة تتبهدلي. انتي ممكن تكوني مضطرة انك تشيلي الطين، مش حب فيه، بس مفيش اللي يشيل عنك. لا، وفوق ده افتكري انك ست. طب الأول يعني افتكري انك إنسان، واللي يعاملك وحش عامليه حلو. لا، وكمان صلي رحمك واسألي على قرايبك اللي هم أصلا أكلين ورثك وظالمين عيالك. والمفروض بقى تبقي ممتنة لكل ده علشان ربنا. طب هو ربنا فين من كل اللي بيحصل لي ده؟ ليه محدش معكوك في حياته غيري؟ ليه بعاني وليه لازم استنى لما اموت عشان ادخل الجنة؟ انا مش عايزة اصبر ولا عايزة استنى، انا عايزة ارتاح دلوقتي. الدنيا مش هتحلو بكتر الكلام والحشو اللي عمالة تقوليه وانتي قاعدة حاطة رجل على رجل، حياتك متستفة ما تبهدلتيش. واحدة فاضية مش لاقي حاجة تعملها ولا عندها مشاكل، كل شوية تقعد تتحفنا بالكلام الحلو. روحي ربي عيالك فقعتينا بجد. عندك حق، النصايح والكلام الإيجابي بيبقى دمه تقيل قوي، لأنه صعب حد يحس بالمعاناة غير اللي عايشها. بيجي علينا وقت بنضعف قوي وبنسخط، بنقول كلام زي كده كتير. نبقى مش مستحملين نسمع نصايح من حد ولا عايزين نتعلم ولا نتغير، خلاص بقى فاض بينا. عايزين الدنيا تظبط من نفسها زي ما باظت من نفسها. والسبب في إحساسنا ده إننا ملناش أساس نقف عليه، أساس لما نضعف نتسند عليه. لما بنجيب آخرنا وبنقول عليا وعلى أعدائي ما هي كده كده بايظة، يكش تولع أكتر ما هي والعة، بنبقى في أسوأ حالاتنا. ممكن ناخد قرارات نندم عليها. في ناس بتنحرف، بتنتحر، في ناس بتلحد. ما أصل هو فعلا ربنا فين من كل اللي بيحصل في الدنيا ده؟ ليه الدنيا ما تبقاش حلوة وهادية؟ ليه لازم نتبهدل وتحصل لنا بلاوي؟ ليه ما فيش عدل في الدنيا؟ ازاي ربنا رحمن رحيم وفيه كل الظلم ده؟ ربنا يمهل ولا يهمل. طب هي مش فترة الإمهال دي طولت شوية؟ امتى هتيجي مصيبة تشيل الهم ده والدنيا تبقى أحسن بقى؟ طب احنا ما ينفعش نتعامل مع ربنا بقوانيننا، احنا المفروض بنمشي على القوانين بتاعت ربنا اللي وضعها لنا في الكون، ما بنحسبهاش بحساباتنا. احنا مخلوقاته وعايشين في ملكه وهو فعال لما يريد. بيبتلينا بالمصائب علشان يطهرنا. طب ليه يخلقنا معيوبين اصلا؟ ما يخلقنا من غير شرور عشان ما يبتليناش ونستريح. طب ما انت كده هتبقي ملاك وربنا قدر انك بشر، ليكي مطلق الحرية تختاري الخير او الشر. طب ما في ناس شريرة حياتها فلة، وفي ناس تانية طيبة واخدين شلاليت في وشهم. دي حاجة انا مش عارفة افهمها. بصي هقولك شوية امثلة. انتي مثلا ولله المثل الاعلى جبتي مكونات الكيكة وخلطتيهم على بعض ودخلتيها الفرن عشان تستوي وتبقى حلوة. قامت الكيكة قالتلك لا انا مش عايزة ادخل النار، مش بحبها، دي بتلسوعني وببقى حرانة جدا جوه في الفرن وببقى مخنوقة ومش قادرة اتنفس، حطيني في التلاجة احسن. هي حمارة مش فاهمة انها لو دخلت التلاجة هتبوظ وهتجلد وتترمي في الزبالة ومش هتبقى كيكة اصلا، بس لو دخلت النار هتبقى حلوة وشهية. فاحنا كبشر من مصلحتنا اننا ندخل الفرن زي الكيك عشان نبقى حلوين طعمين. عارفة في قصة الغلام اللي سيدنا الخضر قتله؟ أب وأم عندهم طفل وفرحانين بيه، كبر بقى 6 7 سنين، جه واحد قتله من غير أي ذنب. أنا عارفة إنك عارفة القصة دي.
بس في حاجة ممكن تبان مش مفهومة، يعني ما هو ربنا رزقهم بعد كده بطفل تاني يعوضهم بيه. الغريب بقى هو ليه من الأول أصلا ربنا رزقهم بالطفل اللي هيموت ده، ما كان يرزقهم بالكويس مرة واحدة على طول؟ طيب هو ربنا كان مقدر ان الطفل الاولاني ده لو كبر كان هيبقى طاغية وهيعذب ابوه وامه. طيب ليه اصلا يرزقهم بيه طالما هو ربنا عايز يحميهم من طغيانه ده؟ ما كان رزقهم بالطفل الكويس مرة واحدة من الاول. بس هو لو كان حصل كده ما كانوش هيعبدوا ربنا بالصبر. هو كل ده حصل علشان يصبروا ويرضوا عن افعال الله. ممكن تكوني حد صالح، قلبك نضيف، مش بتشيلي من حد وبتسامحي، أخلاقك عالية، بس عملك الصالح بسيط. وسعك في العبادة هو الصلاة المفروضة والصوم، وحتى مش غنية مثلا تطلعي زكاة أو حتى صدقة، بس نفسك الطيبة تستاهل إنك تبقي في الفردوس مع الأنبياء، بس عملك ما يوصلكيش لهناك. فربنا يرزقك بابتلاء صبرك عليه يضاعف عملك ده، فتوصلي المنزلة في الجنة ما كنتيش هتوصلي لها بعملك لوحده. ذلك جزيناهم بما صبروا. فاكرة يا ستي لعبة ماريو بتاعتنا واحنا صغيرين؟ هو كان بيبدأ صغير والصراصير اللي بيحاربها أكبر منه، بس عشان يكبر ويبقى معاه سلاح يضربهم بيه كان لازم يفضل يخبط دماغه في الحيط. لو كنت مكانه طبعا دماغك أكيد هتوجعك، بس لو مخبطيش دماغك في الحيط هتموتي. هي الحياة كده بقى، ما فيهاش راحة. السعادة والراحة في الجنة بس. والجنة بالمناسبة مش مجرد حديقة واسعة زي ما عقلنا المحدود بيصورها لنا. الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة. فمش معقول الجنة يبقى زيها زي جزر المالديف، ولا قصورها زي قصور دبي مثلا. وبعدين فاكرة لما قلنا اننا كائنات مخلدة؟ طيب عمرك اللي في الدنيا ده يجي ايه جنب عمرك اللي في الخلود؟ هبسطها لك عشان تستوعبي الفكرة. انتي معاكي كتاب طوله قد طول برج خليفة. عمرك اللي في الدنيا واللي انت مقضياه بتخبطي دماغك في الحيط هو أول صفحة في الكتاب بس، وباقي الصفحات الكتير الطويلة اللي قد برج خليفة دي ده باقي عمرك اللي في الآخرة. عرفتي تتخيلي؟ فأول صفحة بس هي اللي كلها عذاب ومرمطة وبهدلة، لكن باقي الصفحات كلها نعيم. فالصفحة دي مأثرة فيكي في حاجة؟ مركزة معاها قوي ليه كده يعني، وسايبة باقي الصفح وهما الأهم إنك تركزي فيهم؟ جيت أنا دوست على رجلك فعصتلك صباعك ودوحس وورم، وقعدت شهر في السرير مش عارفة تمشي. بعدين جبتلك جزمة ألماظ واشتريتلك فيلا وعربية بسواق وعملتلك بوفيه مفتوح فطار وغدا وعشاء وحطيتلك $1,000,000 في البنك. مين كده اللي مديون للتاني؟ مين كده اللي موفاش اللي عليه؟ ده احنا كده ما دفعناش اللي علينا. حسابات ربنا مختلفة. انتي لو حد جه عليكي بتطبقي في زمارة رقبته، ولو حد عمل معاكي خير بتقولي له شكرا ربنا يخليك وتسلم وتعيش. انما عند ربنا اللي بيغلط بياخد سيئة واحدة، ولو استغفر بتتمحي، واللي بيعمل عمل صالح بياخد عليه 10 حسنات وممكن يتضاعفوا. فما تعامليش ربنا بحساباتك وقوانينك انتي. هو الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبجد يعني انتي شايفة نفسك بائسة وحياتك صعبة وبتاخدي فوق دماغك يا عيني؟ مهما كانت ابتلاءاتنا صعبة عمرنا ما هنقدر نستحمل اللي سيدنا محمد شافه وما اعترضش، ولا قال دي مش معاملة رسل، ده انا حتى نبي يعني ما يصحش كده. تخيلي تبقي في عمارة كل يوم الصبح تلاقي زبالة مرمية قدام بيتك، في الطلعة والنازلة الناس بيشتموكي، وبناتك تتطلق، وتمشي في الشارع في حالك يحدفوكي بالطوب، وعيالك يموتوا في حياتك وهما صغيرين. الناس تقاطعك وتبقي هينة على الكل ويتهموكي في شرفك، وتشوفي المر 13 سنة وقبلها حتى ما شفتيش باباكي، وأمك تموت وانت لسه 5 سنين، وتقعدي تتنقلي من بيت لبيت. صلى الله عليه وسلم وهو قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى.
انتي احسن مثلا من اكتر مخلوق بيحبه ربنا. هو من حبه فيكي بيصعب حياتك عشان ترجعيله، بيذكرك بيه، بيديكي اوفر حسنات. وابشري يا ستي، ربنا وعد ان لا يجتمع على عبد امنين او خوفين. يعني لو خفتي ربنا في الدنيا وعملت حسابه ورضيت بالله ربا، هتأمني يوم القيامة وتطمني، وده المهم. انما لو عايشة آمنة حياتك تمام فل الفل، مفيش أي مصاعب ولا بتاع وناسية ربنا خالص، هتشوفي الخوف اللي على الحق بقى يوم الدين. وبعدين بتسألي على الظلم اللي في الأرض. طيب تعالي نفتكر كده، هو ربنا خلقنا ليه؟ ايه سبب وجودنا على الأرض دي؟ الإجابة النموذجية اللي بندخل نلطحها في الامتحان: ربنا خلقنا لعمارة الأرض. طيب فين باقي الأسباب؟ لا ده بس اللي درسناه في المنهج. هما 4 أسباب، وأي تقصير في جانب واحد منهم النظام كله بيختل. اتخلقت يا ستي علشان تنشري العدل. سبب وجودنا في الدنيا إن احنا ننشر العدل. فلو في ظلم وفساد في الأرض مضايقينك، ده عشان في ناس مش بتعمل اللي مطلوب منها. خلقنا علشان ندعو لله، فلو في كفرة ملحدين وناس بيزهقوا من حياتهم وبينتحروا والدنيا بايظة، ده برضو بسبب تقاعس الخليفة عن أداء دوره. خلقنا علشان نعمر الأرض. طب أنا راضية ذمتك، اللي احنا وسطيه ده عمارة؟ يعني الدنيا خربانة عشان احنا مش بنعمل حاجة، عايشين بنرعى بس، وبعدين نيجي بقى نشتكي من الظلم اللي بنمر بيه. طب انت يا ابن الحلال ما عملتش دورك الأول ليه؟ خلقنا برضو علشان نعبده، وهو طبعا الغني عنا، بس عشان يبقى فينا حيل نعمل باقي الأدوار دي لازم نعبده ونلجأ له. فاحنا اللي محتاجينه. ضيفي بقى على كل اللي فات ده إننا أمة خاتمة. زمان قبل وجودنا كان لما يبقى فيه فساد في الأرض ربنا بيبعث رسول، لو قوم كذبوه ربنا بينزل عقاب فوري على الطغاة والدنيا تخلص. وده طبعا اللي انت مستنيه يحصل، ان ربنا ينزل صاعقة على إسرائيل مثلا وتريحنا، واحنا قاعدين بس بنطقطق صوابع رجلنا. لا ده كان زمان. دلوقتي في أمة مستخلفة المفروض إنها تعمل دورها. طب احنا يا ستي مستضعفين دلوقتي، مفيش في ايدينا حيلة ولا نملك إلا الدعاء. طب هو ربنا اللي كتب علينا الهوان والضعف ده، ولا احنا اللي مطاطين وعمالين نبوس في رجلين الدنيا وشايلين قرفها بمنتهى الحب وحاطينه فوق دماغنا بمنتهى الرضا وفرحانين بذلنا، ونعيش مذلولين ولا إننا نرجع نحكم شرع ربنا فينا؟ وبعدين احنا نملك والله، وربنا قال لنا الحل، بس احنا مش مقتنعين او مقتنعين بالحل بس مش على هوانا. ما اصل طالما الحل ده مش نغش كده وفرفوش بيبقى دمه تقيل على قلبي، محبش اعمله. افتكري كده ايه اللي خلى في وقت من الاوقات العرب امبراطورية كبيرة وقوة عظمى، وايه اللي بوظ الامبراطورية دي؟ هتلاقي ان احنا لو مشينا على الخطى بتاعهم اللي عملوه وصلهم ان هم يبقوا امبراطورية هنخلص من الذل. احنا شلتنا تقيلة، ياريت نلحق نفسنا بس. النصر من عند الله، وما عند الله لا يؤخذ بمعصيته. ليه لما حد يقول النصر هيجي لما نبطل ذنوب بنستغرب وبنستهيف كلامه ونقعد نتفزلك ونقول يعني هي القدس هتتحرر لما بطل شتايم، ولا الدنيا هينصلح حالها لما ابقى اصلي في الجامع، ولا هو يعني النصر واقف عليا وعلى فرجتي على اللي رايحة واللي جاية والكذب اللي لازق في لساني؟ تصدق واقف عليك، وعلى ما نستنى انك تقتنع هتكون ذنوبنا اهلكتنا. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كانت الديابة هي اللي بترعى الغنم، ولما ديب أكل غنمة الراعي قال مات الرجل الصالح، ونزل من على الجبل عشان يتأكد فلقى فعلا ان سيدنا عمر مات. الدنيا ممكن تتصلح بصلاحك، ما أصل دي قوانين ربنا في الكون. النصر مش هيجي بكتر الحزق والولولة على حال حكام العرب. وعلى فكرة القوانين دي بتمشي على المؤمن والكافر، ما هو في الأول وفي الآخر سواء أمنت بيه أو لأ انت كده كده عبده وهو إلهك غصب عنك. يعني لو الكافر سعى ربنا هيرزقه، لو عمل خير ربنا هيصل له حياته،
لو بطل معاصي ربنا هينصره، يمكن ثوابه يبقى في الدنيا بس، لكن في الآخرة معرفش، ربنا هيحاسبه بس انت مش هتتسوى بيه، لأن هو ممكن يبقى عنده عذر يشفعله عند ربنا، وممكن عذره ده يبقى انت، أحوالك اللي في الدنيا هي السبب اللي خلته يصد عن الله. بجد ربنا لا يجعلنا فتنة لقوم الكافرين. فربنا دايما بيجيب الخير، احنا اللي عقولنا محدودة ولا يمكن نعرف الخير فين. أوقات كتير بتشبطي في حاجة، كلية مثلا ولا شغلانة ولا جوازة، ويبقى فيها شقائق، وأوقات تانية بتهربي من حاجة ومش عايزاها وهي فيها سعادتك وصلاحك. فأحسني الظن بالله واعرفيه، وإنك تيجي متأخر أحسن من إنك ما تجيش خالص. ومش عارفة أشوفك تاني الصبح ولا لأ، ممكن دي تكون الحلقة الأخيرة، ناخد بريك، فأشوفك على خير، وسلام يا ست الكل.